السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة إجراءات واستشارات قانونية. الموضوع اليوم اللي غادي نتكلم عليه هو الموضوع ديال طريقة البحث على الملف التبليغ. كيفاش تبحثوا على ملفات التبليغ ديالكم في المحاكم ديال المغرب. كما تكلمت معكم في الحلقات السابقة وريتكم الطريقة. في الفيديو اللي درت قبل من هذا وريتكم كيفاش تقلبوا على الملف ديالكم، يعني واش فيه شي تبليغ ولا لا. من بعد ما كنديروا البحث على الملف ديالنا وكنشوفوا فيه واش فيه شي تبليغ ولا لا. كناخذوا هذيك المعلومات من كنعرفوا بان هذا الملف تبلغ. كناخذوا ديك المعلومات كما وريتكم في الفيديو السابق. كناخذوا رقم الملف من هذاك اللي وريتكم في في الإجراءات ديال الملف ديال التبليغ. خديت الرقم الملف وخديت الرمز وخديت السنة. من بعد ما خديت هذا الرقم والرمز والسنة كنجي مباشرة وكندخل كندير تتبع ملفات اللي غادا نشوف الملف ديالي واش فيه شي مفوض قضائي او لا، ولا هاد الملف هاد الطي ديال التبليغ فوقاش خرج وشكون اللي تبلغ بهذيك الاستدعاء. كما كتشوفوا معايا كنكليكي على هاد المربع اللي كنعمر فيه رقم ديال التبليغ، نديرو 584 وكنديرو الرمز 6708. هذا بالنسبه لهذا الرمز اللي وريتو، هذا اللي درت دابا هو الرمز ديال التبليغ. نديرو السنه. هذا راه خديته من بحثت على في الملف ديالي الاصلي، شتو واش فيه شي تبليغ ولا لا، عطاني بانه فيه وخديت منه هذا الرقم والرمز والسنه. هنا كنعمر وكندير المحاكم. غادي ندير محكمة بطنجة، محكمة استئناف بطنجة. غادي نعمر ونكليكي هاد المربع باش انا كنمشي للمحكمة الابتدائية اللي تابعة محكمة استئناف. كما كتشوفوا معايا كنكليكي على المحكمة الابتدائية بطنجة. كما كتشوفوا معايا غادي دابا غادي ندير البحث. هانتوما بالنسبة لهذا الملف راه فيه التبليغ، يعني كاين هذاك التبليغ اللي عطاني في البحث اللي بحثت على الملف الاصلي ديالي وبان لي تما كاين بان هذا الملف راه فيه التبليغ. زيد هذاك الرقم ودرت خديت السنه وكليكيت وكتبته هنايا في هذا المربع، عمرت هذا المربع هذا وعطاني بانه فعلا راه هذا الملف فيه التبليغ. انا نوريكم باش تزيدوا تفهموا مزيان. هنا كيوريكم تاريخ الإجراء 24/1/2023. نوع الإجراء هو طي التبليغ. المعني بالإجراء هو هذا الاسم ديالو. إن هي بالنسبة للمحكمة الابتدائية بطنجة. تاريخ السحب نهار اللي تسحب هاد التبليغ تسحب نهار 30/1/2023. تاريخ التسليم 30/1/2023. يعني هاد التبليغ راه ما خرجش مرة، تسحب فعلا ولكن راه ما تبلغش. هنا دايرين في المستلم يعني داير غير مبلغ، يعني هاد الملف ما داش المفوض قضائي وما تبلغش. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الملف راه ما تبلغش. وان شاء الله غادا نوريكم غندير لكم فيديو اخر باش نوريكم من كيكون الملف تبلغ شنو كيوقع فيه وشكون المفوض اللي كيكون فيه. هادشي اللي كاين بالنسبه للملف. هذا الملف هذا اللي حنا بحثنا فيه غير مبلغ. هادشي اللي كاين وكنتمنى نكون كنفيدكم بهذه المعلومه، والى موضوع اخر ان شاء الله. مع السلامه.